الكحك ده هو السهل الممتنع. يعني وصفات الكحك مغرقة اليوتيوب، وبرضه لسه في ناس بتعمله خشن ومشقق وشكله غريب. بس انا النهارده هقولك على اظبط مقادير للكحك هتطلعه معاكي دايب، وفي نفس الوقت ماسك نفسه ومش مفرفت ومش معجن ومش مشقق وشكله وهمي، ومن جوه كمان كده مفرغ والملبن باين فيه، وريحته تجيب اخر الشارع زي ريحه الكحك بتاع زمان. عشان تعملي اظبط كحك تعالي اقولك هتعملي ايه. اول حاجه، انا ما بحبش اعمل الملبن على القد، يعني انا هعمل نص كيلو دقيق بس، انا هحط له نص كيلو ملبن واللي بيفيد بينه في الفريزر عادي لاي وقت تاني حابه اعمل فيه كحك ومش بيحصل له حاجه. وهحتاج بقى اي نوع مكسرات تحبي، انا احط قشور بندق، وعندي ازازه روح الموز. روح الموز ده بيدي يا جماعه ريحه للكحك لا تتخيلوها ولا تتوقعوها، زي ريحه الكحك بتاع زمان كده بالظبط. فهنحط نصها على الملبن ونصها في عجينه الكحك ذات نفسها. خلاص، يعني انا دلوقتي هجيب الازازه دي هحط نصها على الملبن ونصها، او هسيب شويه منها للدقيق بتاع الكحك. هحط كمان معلقه سمسم، وهنزل بقى عليهم بالبندق المجروش ده. تمام. اول ما احط البندق تمام، تقدروا بقى انتوا تحطوا اي نوع مكسرات تحبوه. انا حطيت بندق، عايزين تحطوا لوز عين جمل دي حاجه بقى براحتكم وفي ايديكم، مش عايزين تحطوا براحتكم. السمسم برضو كفايه قوي، بس انا كان عندي وحطيت. وهحط معلقه سمنه وهبدا ان انا ادعكهم في بعض كده، وهرجع لكم تاني. وهنا بقى شكله بعد ما انا عجنتهم كده في بعض وبقى بالشكل الحلو ده، هبدأ بقى ان انا معايا طبق فيه معلقة نشا. النشا ده فايدته ان انتوا طبعا عارفين ان الملبن بيلزق في الايد، فانا عايزه اعمله كده كور بحيث يكون جاهز الكوره او القطعه على قد الكحكه، وما اقعدش الزق وابوظ شكل الكحكه من بره. فالملبن بيلزق في الايد، فاحط ايدي في النشا وبعدين هبدا ان انا اكوره بحيث ما يلزقش الكحكايه معايا وانا باجي بعمله. وهنا خلاص انا كنت كورته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده جاهز. الكورة او القطعة على قد الكحكة بحيث تبقى الكحكاية معايا نظيفة من بره. وقبل ما ابدا بقى في خطوات عمايل الكحك، هبدا ان انا اجيب دقيق عليه ذره ملح، يعني الدقيق ده انا حط عليه ذره ملح ومعلقه كبيره سمسم متحمصه، وهحط عليه معلقه صغيره بيكنج باودر ممسوحه ومعلقه خميره. وهكتب لكم كل ده في الديسكريبشن بوكس او في صندوق الوصف تحت الفيديو، تقدروا ترجعوا ليه كمان في اي وقت. وهنا هنبدأ في عمايل الفيديو، بس عايزة اقول لكم حاجة. لو عندك عجانة تقدري تعملي فيها، لو ما عندكش عجانة عجيني بايدك. قبل ما يبقى عندي عجانة انا كنت بعمله بايدي وكان بيبقى وهمي جدا برضو، ما فيش اي مشكلة خالص. هنحط 3 معالق سكر بودرة. بس في حاجة بقى قبل ما نحط السمنة، في ناس يعني شوية بقى بتقعد تفكر احنا هنعمل الكحك على البارد ولا على السخن. انا بقى عملت طريقة كده في النص بينهم، وهي ان انا بقدح السمنة كويس جدا وبعدين بحطها في التلاجة او في الفريزر تتجمد تاني. يعني انا بعمل الطريقة دي في النص، اللي هو لا منه سخن فيتعب المعدة ويعمل مثلا حموضة، ولا منه بارد فيزنخ بسرعة. لكن انا بعمل الطريقة دي ان انا بجيب كمية السمنة بتاعتي بقدحها كويس وبعدين بسيبها في التلاجة لحد ما تبرد واشتغل بيها تاني يوم، مفيش اي مشكلة خالص. انا هنا حطيت 3 معالق سكر بودرة، وحطيت عليهم 250 جرام سمنة بقى الطريقة اللي انا قلتلكوا عليها، اللي هي بقدح السمنة كويس جدا وبعدين بسيبها تبرد في الفريزر وبشتغل بيها تاني يوم او لما تتجمد. خلاص، الطريقة دي زي ما انا قلتلكم احنا بنستفيد بيها من فوائد الطريقتين. هبدأ ان انا بقى اشيل الويسك ده واحط سلاح الكف. سلاح الكف ده بقى بيشتغل او وظيفته ايه؟ هو زي كف الايد بالظبط، حتى اسمه سلاح الكف. هو وظيفته انه يبقى زي الايد بالظبط، وهيساعدنا جدا في بس الدقيق، لان اهم خطوة في عمايل الكحكة هو ان الدقيق يتبس كويس جدا جدا جدا. هبدأ بقى ان انا احط الدقيق اللي انا حطيت عليه المكونات اللي انتوا شفتوها. الدقيق 500 جرام دقيق، احنا كده عندنا 500 جرام دقيق و250 جرام سمنة. سيحتها وقدحتها وسبتها في التلاجة لحد ما اتجمدت واشتغلت بيها. معلش انا بعيد وازيد، لان في تركات كده لازم تاخدوا بالكم منها عشان يطلع معاكم الكحك مظبوط. هبدأ بقى ان انا اضيف الدقيق. الدقيق اللي انا ضايفه عليه البيكنج باودر والخميره والسمسم وذره الملح. خلاص، وهبدأ ان انا اضيفه كده، وهقول لكم انا هعمل في ايه اول ما اضيفه. وهنا بقى خلاص هحط الدقيق على الخليط السمنة والسكر اللي انا نعمتهم سوا كده وبقوا زي الكريمة.
وهبدأ ان انا اشغل الخلاط الاول حاجة على سرعة قليلة بحيث الدقيق ما يطرش كده مني في كل المطبخ. وبعدين اول ما الدقيق يدخل في مكونات الكحك او في المكونات السائلة هبدأ ان انا اعلي الخلاط او السرعة. وطبعا بقى هحط باقي ازازة روح الموز اللي انا قلت لكم ان انا حطيت نصها على الملبن. وطبعا انا مش قادرة اقول لكم روح الموز ده بيعمل ايه في الكحك. نصيحة نصيحة نصيحة، حطوه بجد هيودي الكحك في حتة تانية خالص. واول حاجه كده زي ما انا قلت لكم هشغل عجينه على سرعه مش عاليه قوي بحيث الدقيق ما يطرش مننا في كل حته. وبعدين هعلي السرعه اول ما احس ان الدقيق بدا يدخل في خليط السمنه. اول مرحله الدقيق هيمر بمرحلتين. اول حاجه زي ما انتم شايفين في الفيديو كده هيبقى زي الرمل المبلول شويه، زي ما انتم شايفين كده مفرفت كده شويه. وبعدين هنفضل بقى مشغلين العجان او نعجن بايدنا لحد ما نحس ان هو بدأ ان هو يكون عجينه شويه. خلاص احنا بقى هنا اهو شايفين قدامنا ان هو بدأ يلم الدقيق يختلط مع السمنة ويعمل شبه عجينة. اول ما نحس كده يعني زي ما انتوا شايفين كده بالظبط في الفيديو هو بدأ يكون عجينة مع استمرار تقليب سلاح الكف. هنسيب بقى السلاح يكمل بس. ودي مرحلة البس ده لازم نديلها حقها كويس جدا لان المرحلة دي لازم تاخد حقها بحيث الكحكة معانا تبقى دايبة وناعمة وما تبقاش ناشفة ولا مفرفتة ولا تشقق معانا. ونلاحظ ان دي لازم تاخد حقها زي ما انا بقول لكم لان بمجرد ما نحط السوائل مش هنعرف نقلب في العجينه كتير عشان ماده الجلوتين المسؤوله عن ان الحاجه اللي بتتعمل تبقى ناشفه او فيها عرق ما تتكونش معانا. فمجرد ما نحط السوائل احنا نحط ربع كوبايه لبن، تقدروا تستبدلوا اللبن كمان بميه دافيه. بس بمجرد ما انا هحط اللبن الدافي ده خلاص احنا يدوب بس هنلم العجينه بحيث العجينه زي ما بقول لكم ما تكونش ماده الجلوتين اللي مسؤوله عن ان الحاجه بتاعتنا تبقى ناشفه ومش حلوه. خلاص هنبدا بقى زي ما انا بقول لكم كده العجينه بتبدا تتلم معايا. واول ما تتلم معايا مجرد كده تتلم بس هبدا ان انا يعني خلاص كده هوقف العجانه وهبدا ان انا اعمل اختبار بسيط لعجينه الكحك معايا. هعمل كوره واحط صباعي فيها اشوف حوالين الصابع شقق ولا لا. لو شقق يبقى هو محتاج حاجة بسيطة جدا سمنة، ولو ما شققش معايا يبقى كده العجينة معايا مظبوطة. تعالوا بقى نعمل اختبار الكحكة. هناخد كده قطعة ونعملها كرة كده بين راحة الايد وهنبدأ ان احنا نحط الصابع في نص الكرة دي ونشوف شقق ولا لا. خلاص زي ما انتوا شايفين في كده زي شق بسيط خالص ظهر معايا. هبدأ ان انا اقفل وهزود طبعا انا اهو عملت لكم الكوره او الاختبار مره تانية ظهر شق كده بسيط خالص زي ما انتوا شايفين او هتشوفوا هو ده. وانا بحط لكم صابع عليه عشان تاخدوا بالكم منه. هحط حاجه بسيطه جدا جدا سمنه وهبدأ ان انا اضرب تاني وبعدين كده تبقى العجينه معايا زي الفل. تعالوا بقى العجينة معايا خلصت هريحها 10 دقايق بالظبط وهبدأ ان انا اشتغل فيها. وبعد ما العجينة كده ارتاحت معايا وانا عندي الملبن جاهز وانا عملته معاكم في اول الفيديو هبدأ ان انا كده هعمل معاكم كام واحدة كحك عشان تشوفوا بيتعمل ازاي وبعدين هكمل الباقي لوحدي. اول حاجة كده انا خدت قطعة خلاص هحاول ان انا اعمل لها تجويف. اول حاجة هقلبها كده بين ايديا او بين راحة الايد وهبدأ ان انا اعمل فيها تجويف بالشكل اللي انتوا شايفينه كده بالظبط. وهفضل كده الف فيها لحد ما اعمل فيها تجويف بالشكل اللي انتوا شايفينه كده بالظبط. بمجرد ما اعمل الحفرة او التجويف ده هبدأ ان انا اخد قطعة ملبن مناسبة احطها على قد التجويف اللي انا عملته. وهنا بقى اهم خطوة ان انا اقفل كويس جدا على الكحكاية او على الملبن بحيث لما الكحكة تخمر في الفرن او الحجم بتاعها يزيد الملبن ما يطلعش مني بره الكحكاية ويحروق مني. احاول ان انا اقفل كويس في المرحله دي برضو ما احاولش اتكه وانا بعملها كوره. انا كده بحاول اعملها كوره تكون ناعمه بحاول ما اتكاش عليها قوي لان انا لسه هتك عليها ببصمه الكحك فما اتكاش عليها قوي بحيث مكان الملبن ما يتغيرش يعني يطلع فوق او ينزل تحت من كتر تقليبها في ايدي. هعمل معاكم كده كمان كام واحده وبعدين هكمل الباقي لوحدي. هاخد كمان واحده او كمان قطعه عجينه كحك
وهقلب فيها كده زي ما انتوا شايفين، وهبدأ اعمل فيها تجويف زي الكحكاية اللي فاتت. عملت فيها بقى خلاص تجويف زي المرة اللي فاتت. هاخد قطعة ملبن برضو مناسبة لحجم التجويف اللي انا عملته، وهبدأ اقفل عليها كويس جدا بحيث الملبن مع خمر الفرن يعني ما يطلعش منها. قفلت كويس جدا. هبدأ بقى ان انا اكورها بحيث يبقى السطح بتاعها ناعم، وانا بكورها ما بضغطش عليها خالص، بحطها كده زي ما هي كده عالية في الصينية بتاعتي. والصينية بتاعتي مش مدهونة اي حاجة، لان طبعا الكحك اصلا عبارة عن سمنة، فمش مستاهلة خالص ومش هيلزق. هعمل كده معاكم كمان واحدة عشان تشوفوا وتبقوا متمكنين من الطريقة. وبإذن الله بقى يا جماعة أي حد هيجرب مقداري في الكحك أو في البيتي فور أو في الغريبة هيعرف إن الحاجة اللي بتدخل الفرن بتطلع زي ما هي بالظبط، لا بتسيح ولا بتفرش ولا بتشقق ولا أي حاجة. هحط بقى بصمة الكحك بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هضغط ضغطة خفيفة. طبعا احنا شايفين إن الرسمة فظيعة اهو، زي ما هتدخل من الفرن. وعد مني اي حد هيجرب المقدار هتطلع بنفس النقشة بالظبط، لا هتسيح ولا هتشقق ولا هيحصل لها اي حاجة. هكمل بقى باقي الكمية وهوريكم هنا بعد ما عملت اول صينية زي ما انتوا شايفين. هخلص بقى الكمية بتاعتي كلها، وبعدين هدخلهم الفرن على درجة حرارة 200، فرن متسخن قبل كده. نتأكد بس ان الفرن سخن جدا. اول ما تاخد لون من تحت هبدأ ان انا اشغل الشواية تاخد لون من فوق. خلاص طبعا بنتابعه لانه برضو مش بياخد وقت في الفرن خالص. هنا بقى بعد ما اول صينية طلعت وبقى شكلها جميل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، احلى كحك ناعم في الدنيا، لا مشقق ولا فارش ولا الرسمة او النقشة راحت. بصوا النقشة بالعكس، النقشة كمان برزت اكتر لما دخلت الفرن، لا ساحت ولا شققت ولا اي حاجة. واللون من تحت زي اللون من فوق، حاجة كده من الاخر كحك فاخر فعلا. وكمان انا هنا قسمت لكم كده كحكايه عشان تشوفوا شكلها من جوه عامله ازاي، مفرغه ودايبه، والملبن شكله كده من جوه جميل، وهي كمان ناعمه وواخده لون حلو قوي قوي. جربوا الطريقه دي بالمقادير اللي انا قلت لكم عليها دي، واستحاله تعملوا طريقه كحك تانية ابدا. لو بقى عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك سبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله. ولو بتستفادوا من الفيديوهات اللي انا بنزلها يا ريت تكتبوا لي تحت في خانة التعليقات وتفرحوني بكلامكم الحلو. مستنيه كل تعليقاتكم الحلوه. ويا ريت تتابعوا سلسله وصفات العيد اللي بدأت بيها البيتي فور امبارح. بحبكم جدا، استنوني في فيديو جديد واكتبوا لي اعمل لكم ايه الفيديوهات الجايه. بحبكم جدا وبحب دعمكم ليا، واسفه جدا على وقت الفيديو الطويل، بس لازم كده كان فيه تريكات تعرفوها. مع السلامه.